اكبر اكيد مني انا بقى ان السولية مش هيروح الزمالك يعني. الصوره دي، انا اول ما شفت الصوره دي انا اتخضيت، قلت ايه ده ياما في إيه؟ الزمالك جايب مدير فني بيعمل له تقديمه او بيعمل له برومو زي اللعيبه يعني. اول مره نشوف. هو كويس، حاجه حلوه ان هم جددوا. هم بيقلدوا بقى برضه تاني يعني. احنا كنا بنقول ميدو ولجنه التخطيط في الفيديو اللي فات وبلاش تقلدوا وخلاص، ولكن انتوا بتقلدوا البرومو بتاع بن رمضان مع المدير الفني بتاعكم الجديد. هي حاجه جديده وبرضه تقليد اعمى. ان انا شفت الصوره دي اتخضيت، قلت هم جايبين فعلا فارس حقيقي من الرومان وبتاع وملبسينه لبس روماني وكده وهيدينا واحده بالقوس والسهم. ولكن بعد ما شفت الصوره اللي بعدها بقى انا قعدت اضحك، فدست على نفسي من الضحك. ايه ده؟ يعني ده ايه ده بجد والله. انا مش عارف بصراحه مين ده وايه الحاجات المتنطوره حواليه ديت. طب هو ليه اعزل يعني؟ ليه بعد ما الحاجات المتنطوره دي المفروض يبقى فيه جثث، في شويه حاجات كده مترميه وماسك بقى القوس والسهم او البتاع الحربه اللي بتبقى مع الفارس الفرعوني، وهو المفروض كانوا لبسوه فرعوني. لو هي التقديمه بقى تتعمل صح، الفارس اللي قاعد على الشعار بتاع الزمالك فرعوني وقوس وسهم، انما ده ايه ده؟ مش عارف بصراحه. يانيك فيريرا. يانيك فيريرا آه، مدير الفني لنادي الزمالك الجديد، عنده حماس، جاي عنده حماس، ربنا معاه، ربنا يوفقه يا رب، ونشوف الزمالك تاني يرجع لمستواه ويرجع للمركز التاني بتاعه.